بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا فيديو جديد عن طريقة ازاي تعمل تاج بالفيوتيك الفوم. هنا كان معانا هنا الجبسون بورد، كان فيه نسبة عوجة بسيطة، كان اللي عامل فيه نسبة عوجة بسيطة. فهنا العميل كان عايز يداري الشكل بشكل جمالي جميل. هنا انا هوريكم فكرة للي انا عملته. هنا انا اول حاجة ده الفيوتيك معانا 6 سنتي. خدت اول حاجة وخدت زي ما احنا متعودين في الفيديوهات عندنا، بناخد الطول معانا وبناخد خط الالتئام بتاعه. هنا انا جايب حتة صغيرة وبعلم عليها من تحت وبعلم عليها من فوق بنفس خط التلاقي ما بينهم. هنا زي ما انت شايف ادي خط التلاقي اهوت بعلم بيه. هنا انا خدت زاوية وخدت على قد البوز بتاعها اللي هي الطرف بتاعها، وهبتدي اجيب العود التاني. هنا انا بوضح لك اهو، هجيب العود التاني، هجيب النقطة اللي تم فيها الالتئام ما بين الجنبين، وهاخد اهو من تحت، وهتبقى الزاوية بتاعتي التانية اللي هي الطرف. هنا طريقة القص بقص الداخلي، بجيب الزاوية على الطرف وبخلي المنشار بتاعي زاوية 45 للداخل مش للخارج. هنا هو برضو ده النقطة اهيت، دي النقطة، وبنزل على النقطة اللي على الطرف وبخلي القصة بتاعتي للداخل مش للخارج، 45 داخلي. هنا انا وضحت لكم طريقة القص بتاعتها. هنا انا هبتدي اتعامل بيها ان انا هلزقهم مع بعض بنظام اللي هو اللزق والمصلب. هنا انا هحط اللزق زي ما انت شايف. هي بامكانك انت تطلع وتركبها عادي، بس هي دي عشان جنب واحد كده احنا بنعمله، فانا بوضحه لك وبسهله لك وبفهمك الفكرة العامة لايه المضمون بتاع الفكرة. بص، عملت معايا زي راس التاج، شكل جمالي جميل جدا. بدل ما تيجي وتقوم تقفلها باللي هو الجبس او اسمنت او معجون او كده، لا انت بتقفلها فيوتك في فيوتك وبيبقى شكلها احسن بكتير، وبتبقى جودة شغلك اعلى بكتير، وانت كراجل فني بتبقى شكل شغلك مميز. شايف شكلها بقى عامل ازاي؟ دلوقتي احنا هنحط لها المعجون بتاعها بالطريقة اللي احنا عارفينها وقلناها في فيديوهات كتير. وهنا انا بفضل ان انا احط عليها من الظهر كده عشان برضو تبقى ايه، عاملة معايا نسبة ثبات داخلي. هنملى العود بالكامل، هنملى العود المعجون زي ما احنا متعودين، وبعد كده نبتدي نطلع نثبت العود. فيديو النهارده فيديو توضيحي للامر انا حبيت اوضحه لكم، لعل وعسى حد تقابله المشكله ديت ويقدر ان هو ينتفع بيها. هنا بنركبها، بيبقى شكلها جميل جدا، وفي نفس الوقت عملت لي عمليه استعدال، وما بينتش ان الجبسون بورد معايا معوج ولا اي حاجه. وزي ما انتم شفتوا في بدايه الفيديو الشكل العام ليها مبينه الشكل كله شكل جمالي. هنا انا ببتدي في ان انا بثبتها، وهبتدي اثبتها بالمسمار اللي هو 3 سم الصلب اللي احنا متعودين عليه، 3 سم صلب الماني، وببتدي اثبت من فوق ومن تحت. توزيع المسمار بيبقى على فترات اللي هي حوالي كل 30 سم مثلا، ببتدي احط المسمار ان كان من فوق ولا من تحت، ببتدي اوزعه بحيث ان هو يبقى راكب معايا. المسمار تاني يوم تقدر تخلعه وبتمعجن من عليه عادي خالص. هنا اهم الخطوات اللي انتوا عارفينها واللي احنا دايما نقول عليها في شغلنا، ان انت تلم المعجون ده اول باول عشان هو معجون قوي جدا، ولو سبت في الحيطة هيتعبك. هنا انت بتلم بالباغة، وبعد كده بتبتدي تنظف بحتة قماشة مندية مية او بفرشة ومية، بحيث ان انت تشيل اي حاجة من المعجون بتاع الفيوتيك. هنا انا معايا هول السنجة وابتديت ان انا انظف عليها، ودي مراحل شغلها. واسيبكم مع الفيديو، انا حبيت ان انا اوضح لكم الامر ويا رب حد ينتفع بيه وربنا يجعله في ميزان حسناتنا بزكاة علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.